نبداو الفيديو ديالنا باللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى السلام. السلام عليكم بنات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا تكونوا في احسن الاحوال. اليوم باذن الله جبت لكم 5 الوصفات، 5 ديال الطرق فعاله جدا، 5 ديال الطرق ناجحه ومضمونه اللي تخلصكم وتهنيكم من المشاكل اللي تقدروا تكونوا كتصادفوها في حياتكم اليوميه، سواء في المطبخ، في الصالون، او حتى اشياء اللي هي تجميليه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذه الوصفات فقط بحاجه وحده، خماره ديال الحلوى. غادي تشوفوها في عده استعمالات وعده طرق، وغتهنيكم بزاف 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 د المشاكل. نتمنى تشاهدوا الفيديو حتى الاخر، وإلا عجبتكم وصفه من هذه الوصفات ولقيتوها ناجحه وجربتوها ديروا لايك للفيديو وديروا اشتراك للقناه باش توصلوا ان شاء الله بجديد القناه. انا دائما كنحاول انني نبدع، كنحاول انني نجتهد سواء في التصوير، في الصوت، في الاضاءه، وحتى في المحتوى اللي كنزل لكم. كنحاول دائما انني نجيب الجديد، وان شاء الله غتشوفوا واحد التغير في القناه. تغيير ان شاء الله غيكون جذري، وتغيير ان شاء الله غيكون زوين، وغادي القناه ان شاء الله غادي تزيد لقدام، وانا ما غاديش نستسلم، وغادي نبقى مقاومه، وغادي نبقى ان شاء الله حتى نوصل القناه ديالي للعالم العربي. الوصفات اللي جبت لكم، الوصفه الاولى البنات هي هذه، كاس ديال جافيل وخماره. غتشوفوا انني غادي يقضيو لي على بزاف المشاكل كنت كنعاني منهم. هنا كاس جافيل خماره، درت فيهم هذوك ديال البوطاغاز وغنخليهم يطبخوا حتى غنتخلص من جميع الدهون اللي فيهم وداكشي اللي كيتراكم عليهم. نفس الوصفه غنديرها في هذا البراد هذا. عندي براد قديم ومسطي كنعمرش فيه اتاي. هذا البنات الخطا اللي كنت كندير، كنت كنخلي فيه الماء، يعني فاش كنغسلو كنخليه كيتقطر، ما تنمسحوش من الداخل تيبقى الماء، وما كنستعملوش بزاف. عندي غير محطوط في واحد البلاكار، فاش جبدته لقيته تصدى. شوفوا البنات شنو خرج منه بفضل خماره وكاس ديال جافيل. درت فيه خماره وكاس جافيل، خليته يطبخ على البوطه. شوفوا يا البنات شنو طلق، شوفوا كيفاش رجع من الداخل. كاس جافيل وخماره، شوفوا البراد كيفاش رجع. هاد الوصفه عطاتها لي ماما الله يخليها لي، حيت شافتني عمرت الاتاي في واحد البراد في الفيديو اللي فات، وهي تقول لي حنان علاش هاد البراد ولا هكا، غسليه من الداخل. قلت لها ماما شوفي راه حكيته بالحلفه، راه غادي يبقى فيه داك الحلفه وداك الشيء غيطلق. قالت لي لا ما تحكيه، ما تحتاجي حتى شي حاجه. كاس ديال اتشي، كاس جافيل وخماره. قلت لي وديريه يطبخ. هذا البراد هذا اللي كتشوفوه الصغير هذا ديال اليومي كان ولا حالته من الداخل. درت فيها وانتم كتشوفوا راه كتصورته معاكم، درت فيه كاس جافيل وخماره وخليته يطبخ. ما تعرفوش يا البنات شنو خرج منه، والله القسم الا كيرجع البراد جديد. جربوا الا عندكم شي براد في الكوزينه كحل من الداخل، جربوا فيه كاس جافيل وخماره. الوصفه الثانيه هذه وصفه تجميليه غزاله، هذه دائما كنصوبها وكنصوبها حتى المونيا. كاس عفوا معلقه ديال الفرص، نص معلقه ديال الخميره، معلقه ديال التحميره، ساشيه ديال الخماره د الحلوى، معلقه الصابون البلدي والحامض. وكنخلط هذا الشيء كامل مع بعضياته. كندهنوا رجلي كامله، كنديروا في واحد السلوفان، وكنلبس تقاشر ولا لي باموس، وكنبيتها في رجلي حتى الصباح عاد تنغسل رجليا. بالنسبه هاد الوصفه هذه خاصه بالناس اللي عندهم شقاقي في رجليهم، الناس اللي عندهم رجليهم حورش، والناس اللي بغاو يعني يوحدوا اللون د الرجلين، لانه كاينين كما كتعرفوا رجلين كيكون كيتقشروا، ولا كيكون شي ديجا شي واحد فيه شي كزيمه قديمه، ولا ما كيكونش اللون ديال الرجلين موحدين، او اللون ديال اي بلاصه عندك في الذات ما كيكونش موحد. جربي هذه الوصفه البنات، شوفوا بعدا اللون ديك الحموريه اللي كيعطي للرجلين، والرجلين كيرجعوا رطب وما كيبقى ولا شقاقي لا حتى شي حاجه. شوفوا البنات هنا راه صوبتوا المونيا وبات معايا، راه دابا نحط لكم لا فيديو اللي بات معايا فيه، بات معايا ولغدت لي في الصباح خلطت عليها حتى الصالون، قلت لها هربتي اجي نصور لك رجلك باش نوريها للبنات. والوصفه الثالثه البنات هي هذه اللي غتشوفوا معايا، خماره، هي عندنا البطاله ديال هذا الفيديو هذا، والزيت، خماره د الحلوى والزيت. هنايا البنات كنخلطهم مزيان وغنديرهم في واحد اما غديرهم بالشيته اللي كتصبغوا بها، اما في شي بونجا، واما بشي منديل، وغتمسحوا الخشب. راني كنت ديجا حطيت هذا الفيديو هذا في القناه ديال ماما نيت،
مسحات الصالون كامل. شوفوا البنات كيرجع الخشب بحال اللي دايره له فيرني، بلا ريحه بلا حتى شي حاجه، فيرني طبيعي كيعطي واحد اللمعه للخشب. هنا راني فرقت بالطباشير الباب باش تشوفوا الفرق ما بين هذا الطرف وهذا الطرف. هذا هو في الواقع كيبان حسن بزاف 100 مره من الكاميرا. جربوا هذه الوصفه هذه اللي عندها الخشب يعني مبرقع، حيت حنا فاش كنسيقوا كنقيسوا داك الطبالي ديال الخشب بالماء وهذا كيبقاو بحال مرشوشين، يعني كيبقاو مطبعين. جيبوا هاد الزيت والخميره والخماره وتشوفوا النتيجه كيفاش كيخرجوا الطبالي، كيخرجوا كيشعلوا بحال مفيرنين. هنيا البنات هاد الوصفه هذه ما نقولش لكم تاني كترد هاد الركابي ولا المرفق ديال اليدين ولا البلايص كاع اللي عندكم فيها تصبغات. ديروا الحامض مع الخميره ديال الحلوه. وصفه يا البنات غزاله كتحيد دوك البقع الداكنه اللي كاينه في الجسم ديالنا. اي بلاصه عندكم، انا هنا كنديرها لولادي لهذا المرفق ولا الركابي. راكم عارفين الدراري كيجلسوا على ركابيهم بزاف كيطيحوا بزاف. بالنسبه لينا حنايا عاوتاني الصلاه ركابي كيكحالوا، المرافق الرجلين من تحت كيكحالوا، دوك العظيمات اللي كيكونوا في الرجل من تحت حتى هما تيكحالوا بالصلاه. هاد الوصفه هذه فعاله يا البنات غزاله. دائما ديري واحد نص حامضه فيها خماره الحلوه، انت جالسه ما عندك ما يدار دوزي بها على ركابك وعلى المرافق وعلى البلايص اللي عندك فيهم الكحوليه في الجسم ديالك. كذلك كاين اللي كيصوب هاد الوصفه ديال السنان كتقول كتحيد الكالكير، انا ما جربتهاش ما غنصحكمش بها. هاد الوصفه البنات هي الطب ديال الطب عندي في هاد لا فيديو. هذه الوصفه نقولوا حنا رقم 2 بعد الوصفه ديال البراد اللي عطاتني نتيجه هائله ما كنتش كنتوقعها ما كنتش كنتصورها. هاد لافابو هذا البنات خليته حتى تقلق وتوسخ هكذايا باش نصور لكم باش تشوفوا النتيجه حدا عينيكم. هانتوما مثلا لافابو غادي نمسحوه بالتيدو جافيل ولا الحلفه ولا، فهاد البلايص هادو اللي كيكونوا الجوانب او الجوانب تيكونوا داخلين لداخل كيعمروا بالاوساخ. حاشاكم اعزكم الله ما كيبغيش يتحيد. هاد الوصفه هذه اي بلاصه عندكم سواء في الحمام في لي طواليت حاشاكم بين الزليج اي بلاصه فيها هاد الكالكر هذا كيتجمع او هاد الوسخ هذا كيتجمع راه كيتحيد بكل سهوله بكل سهوله البنات. هانتوما جبت هنا الخماره الثانيه غنديرها حتى للروبيني نفس الشيء غادي ندير ليها الخل. هانتوما شوفوا التفاعل كيفاش كيولي، راكم عارفين الخميره مع الخل التفاعل كيفاش كيرجع. شوفوا اعزكم الله داك الاوساخ وداك الكالكير كيهبطوا بكل سهوله، ما تحتاجوا لا حلفه لا يديكم لا تحكوا لا حتى شي حاجه، صافي كيهبط زعما بسهوله. هانتوما انا كنوريكم هكايا غير بيديا. شوفوا غادي نكب عليه المياه وندوز غير بتويده من الفوق وميها وصافي كيولي لافابو كيشعل كيرجع بالنار. كما قلت لكم هذه الوصفه دي تقدروا تعتمدوها في الزليج اعزكم الله ديال الطواليت ولا الحمامات ولا حتى دوك الملاقي ديال الزليج اللي كيكونوا بويض بالقبس حتى هما كيكحالوا بحال هكذا مع الوقت. البلايصه اللي بانت لكم كحله او حتى البلاصه اللي فيها الصدى ما عنديش انا هنايا قلبت على شي بلاصه فيها صدى ما عنديش باش نوريكم النتيجه كيفاش. حتى البلايصات اللي فيهم صدى تكبي فيها واحد 2 خمارات والخل وتخليه كيتفاعل لواحد المده ديال من 5 حتى ل 10 دقائق وتجي تغسلي ديك البلاصه حتى الصدى ما كيبقاش. نتيجه غزاله بزاف يا البنات. شوفوا لافابو كيفاش كيرجع، ولا البوطه ولا الالومنيوم ولا اي حاجه عندكم فيها الوسخ راه كتعطي نتيجه زوينه. ونتمنى البنات الا عجبكم اي واخا غير استيوس وحده من هادو ديروا لي لايك لا فيديو وترقبوا ان شاء الله فيديو جديد حتى هو يكون فيديو مفيد وحتى هو فيديو ديال النصائح. وبسلام عليكم.